السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ نعمل النهاردة معانا حمام. تمام. ومعانا وركين فرخة. نعمل اللي هو الحمام الكذاب، عشان اللي ميحبش الحمام العادي السابق يحب الحمام الكذاب. تمام. نضفنا الحمام وغسلناه كويس جدا. معانا الكبد والقوانص قطعناها قطع صغيرة. معانا بصلتين حلوين كده هنضربهم في الكبة. تمام. هنجهز بقى الحاجة اللي هنعمل فيها الرز بتاع الحمام. شوية زيت زيتون، معلقة زبدة، تمام. هننزل عليهم بقى بعود قرفة، انا عندي فيه اللي ما بيحبش الحمام بالبلدي بتاعنا، فبصراحة جبت لهم اوراق وعملها لهم بقى اللي هو الحمام الكذاب. دلوقتي حطينا قرفة، هنحط بقى البصلة بتاعتنا وهنخليها تدبل شوية، مش هنحمرها يعني. تمام. بدأت البصلة بقى تدبل معانا. هنجهز بقى البهارات بتاعتنا. حبهان مطحون، لوري مطحون، جوز الطيب، فلفل اسمر، كركم، ومعلقة كمون، والملح طبعا اللي انتي عايزاه. هنشوح بقى البهارات دي مع البصلاية. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل عليهم بالكبد والقوانص. في ناس بتحط القوانص الاول وتشوحها شويه وبعد كده تنزل بالكبد. عادي يعني، ممكن نحط الاتنين مع بعض عادي وبيستووا على فكره، لانها بتاخدش سوا خالص القوانص. هنسيبها بقى تتشوح مع البصلايه شويه حلوه كده، وبعد كده نجهز الرز بتاعنا ونكون غاسلينه وننزل بيه ونشوح فيه كويس. خلينا مع بعض واحده واحده. طبعا كل شويه بتقلبي فيه. تمام كده. نزلنا بقى بالرز عليه، هنقلب فيه برضو ونشوح الرز كويس.
طبعا احنا حاطين زيت زيتون. اللي مش متوفر معاه زيت الزيتون هيحط زيت عادي، بس طبعا زيت الزيتون بيفرق في الطعم معاه. تمام. شوحنا الرز، نزلنا عليه بقى بالمية بتاعتنا، مية مغلية. تمام. ما بنسقيش الرز كسقية الرز العادي، تسوية الرز العادي لا، هما شوية مية بساط جدا. تمام، عشان هنخلي الرز يا دوب هيبتدي الرزاية تكبر كده شوية او تبتدي تستوي، بنطفي عليه ونبتدي نحشي منه. تمام، يعني هو حتى ما بيدخلش في نص السوا. زي الفل كده. نبتدي بقى دلوقتي نجهز الحمام بتاعنا. ماشي، نجهز المية الاول اللي هنحط فيها الحمام عشان تكون غلت على ما انتي حشيتي الحمام. معاكي جزراية، بصلاية، وواحد روزماري، عود روزماري. تمام. وهتسيبي بقى المية بتاعتك تغلي على ما انتي تحشي الحمام. بتحشي بقى الحمام، ما بتمليش الحمامية قوي عشان تاخد راحتها في السوا. تحشيها كده بالراحة وما تمليهاش على الاخر. واحدة واحدة، والموضوع سهل جدا يعني. انا هنا بوريكي ان الحمامية مش مفتوحة من تحت، فانتي بتنزلي بالرز لحد تحت خالص. تمام، عشان لما تستوي الحمامية الرز يملى الحمامية كلها. دلوقتي بقى هنحشي الوراك. زي ما قلنا ده الحمام الكداب. تمام. هنبتدي بقى نحشيه كده ونقفل عليه. قفلي عليه بالخلة، وهوريكم برضو طريقة تانية ليه افضل من الخلة. تمام. هتجيبي بقى ورق الاسترتش وهتفرديه ورق كويسة كده كبيرة، تحطي عليها الورك اللي انتي حشتيه، وتلفي جامد، تبرمي الاسترتش على الورك كده جامد، وتقفلي عليه كويس جدا كذا لفة لحد ما تحسي ان هو بقى امان، مفيش اي مية هتدخل فيه. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي افضل 100 مرة من الخلة. بالظبط كده. تمام. هنسلق بقى الحمام بتاعنا. ده حبهان مطحون مع جوز الطيب مطحونة. لوري مطحون. فلفل اسمر مطحون. تمام كده. طبعا الحلة بتاعتي دي طلعت ضيقة شوية بصراحة، بس انا ايه، ما كانش في وقت ان انا افضي في حلة تانية. يعني تخلي الحلة بتاعت السليق بتاعتك واخدة راحتها كده عشان الحمام ايه، ما يفتحش منك. بالظبط. تمام. دلوقتي بقى اكلتنا جاهزة، وده بقية الرز بتاع الخلطة بسويه. انا دايما بحب اعمله بزيادة واسويه. تمام. يا رب الوصفة تعجبكم.
سهلة وبسيطة إن شاء الله. السلام عليكم.